يخشى على رأي المثل، مركب الدراير صارت ومركب السلايف غارت. أسماء افتحي الباب يا حبيبتي. حاضر. يا ترى مين يا اختي؟ اهلا يا زوزو. السلام عليكم. زوزو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ ازيك يا زوزة؟ الحمد لله يا ماما، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا عامله حبيبتي. ايه يا اسماء؟ كويسه الحمد لله. مصطفى عامل ايه يا ام؟ بخير شويه وجاي. ومال اختي يجي بالسلامة. قال لي حاجه اقضي اليوم معاكم. الحمد لله يا ماما، انت عامله نوري ايه؟ طبعا. حبيبتي ده الحمد نور. لله يا حبيبتي. تشربي ايه؟ ولا حاجه يا ماما، شويه انا هبقى اقوم اعمل. ماشي يا حبيبتي. ايه لا ده؟ انا هعمل. عايزه تشربي ايه؟ ولا حاجه اسماء، دلوقتي انا هقوم اعمل. ايه المشكله؟ مش لا انا اصل حماتي ما بتحبش حد يعمل حاجه متعوده عليا انا. قولي لي عايزه ايه وانا ما اعمل. تخليها تعمل يا اسماء عادي. لا يا ماما انا اللي هعمل. اتعاملوا مع بعض يا بنتي. انا اللي هعمل. معلش. خلاص يا اسماء، اعملي لي اي حاجه. انا اللي عارفه مكان الحاجه. ماشي يا اسماء. عايزه تشربي ايه؟ اي حاجه منك. قلت لك حاجه ساقعه. ماشي. عايزه يا ماما؟ لا مالها دي؟ ما تزعليش، كبري دماغك. منين ما اجي عندك هي تعمل عايزه كده؟ تريحك، مش عايزاكي تقومي تتعبي نفسك يا زوزو. تريحني ايه يا ماما؟ دي بتتعامل معايا كده منين ما اجي هنا. لا يا حبيبتي، هي مش عايزه تخليكي تتعبي، فاهمه؟ هي عشان واخده على البيت واخده على الحاجه هنا وهنا وهنا كده. انا عايزه اشتكي لك منها ماما. ليه يا حبيبتي؟ من كام يوم بعت لها طبق كيكه، لقيتها شويه وبعتهولي تاني. ليه؟ تقول لي اصلنا عاملين دايت. دايت ايه اللي هم عاملينه؟ دايت؟ دايت البغله دي اللي مخلصه لي نص الاكل. والله يا ماما هتستعبط؟ مزعلاني قوي صراحه. هي كانت عاطشبني 100 جنيه، انا في ساعتها رحت مرجعها لها تاني. قلت لها واحنا كمان ما مش عايزين ليه فلوس. كده؟ انا عايزاكم تبقوا كويسين مع بعض. اتفضلي يا زوزو. شكرا يا اسماء، استغفر تسلمي الله ايدك. العظيم يا رب. اشربي يا بنتي. انا مش عارفه ماما بتعمل كده ليه، مش عارفه. في ايه؟ في يا اسماء لما زوزو بعتت لك طبق كيكه بتقول احنا عاملين دايت. ايه يا اسماء؟ ايوه مش بنحب الكيكه. حول الله يا رب. وبعدين ما هي رجعت لي 100 جنيه اللي انا اديتها لابنها. ما كل فعل ليه رد فعل. هتعمل ايه يعني؟ طب خلاص. ما هي عامله لك الكيكه ومنزلها لك كسفتيها، لازم تديك ال 100 جنيه. انا يا ماما بحاول اتعامل معاها كويس. يا معرفش حبايبي بتعمل انا كده عايزاكم ليه. تبقوا كويسين مع بعض وصاحبوا بعض وخليكوا كويسين يا بنتي. ان شاء الله. انتوا عايشين في بيت واحد ومتجوزين اخين، يا لازم تبقوا قريبين من بعض يا زوزو انت واسماء. ماما انا بالنسبه لي ما فيش حاجه والله، انا بحاول اقرب منها. هي اللي من يوم ما اتجوزت وهي اخده جنبي كده وبتعاملني وحش. ايوه المره اللي فاتت برضه جيت اروق معاها الشقه عندك، فضلت تقفل في الابواب وكاني حد غريب ولا داخله اسرقكم، ولا تفضل تخليني اعمل لك حاجه. هي حره، خليها تعمل يا براحتها. اسماء فكيها شويه. ان شاء الله. كبري دماغك. ماشي. اشربي حبيبتي اشربي. اشربي يا زوزو. لوك 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 كده. لو عايزاني اعمل لك اكله اقوم اعمله. لا حماتي انا متعوده على اكلي وطبيخي. ما تعملوا ساعدوا بعض. خليها تساعد. هساعدك. وبعدين انا خلاص الاكل على النار هتعمل ايه؟ خلصت خلاص. براحتك يا اسماء، هي حره. ماشي عشان خاطرك والله. ماما شوفي الاكل اللي على كبري النار. دماغك يا زوزو. بقول لك ايه، حد يطول حد يريحه وخليكي قاعده وتعمل هي تشقى طالما هي ما هي عايزه كده. اللي انت شايفاه ماما. كبري ماشي. دماغك، خليكي قاعده معايا نتفرجوا على فيلم هندي ولا حاجه دلوقتي. طيب ماشي. سيبك منها. اشربي يا حبيبتي اشربي اشربي يا ماشي. زوزو. تسلمي يا ماما. سيبك منها. نفسي تقربوا من بعض وتبقوا صحاب وتنزلوا وتطلعوا على بعض وتسهروا كده مع بعض كده. وانا يا ستي عليا اجيب لكم اللب والحاجه الحلوه والسوداني. والله يا ماما انا حاولت كتير، هي اللي بتتعامل كده معرفش ليه. استغفر الله العظيم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اسماء بصي بقى في ايه؟ عشان احنا كده نبقى على نور. في ايه؟ عارفه الست اللي احنا بنشتري منها الهدوم بالتقسيط؟ ايوه ام كريم. مالها؟ مرات ابنك مالها؟ رحت اتكلمت عليا معاها. كلمت عليكي؟ قالت ايه؟ اتكلمت عليا. قالت ايه يعني؟ طريقتها اسماء وحشه واسلوبها وحش ومش عايزاني اعمل حاجه وما بتعامل، مش عايزاني اتعامل كاني موجوده معاهم في البيت. انت بقى ايه رايك؟ لا ما ينفعش، ما يرضنيش. ايه رايك تطلع اسرار البيت بره؟ لا ما ينفعش، اسرار بيتنا ما تطلعش لحد. ليه كده بقى قله الادب دي ما بقى؟ اعرفش والله بقى اساليها. لا، انت اللي ما قاعده يرضينيش. تقولي
دي غلبانه وصاحبيها وما تسيبيهاش وعامليها كانها اختك. ماشي، الميه تكتب الغطا. شيلي تليفوني كده واشوف انا بقى القصه دي اهو على السفره. ماشي، خدي بقى التليفون، انا كده كده طالعه شقتي اشوف ورايا ايه. اتصل بزوزو. يا زوزو تعالي لي. لسه ما فيش حاجه، انا عايزاك يا زوزو، ما تغيبيش. يلا سلام. نشوف الوضع بقى، بيتكلموا على بعض لدرجه ان تروحوا تقولوا اسرارنا للناس. ليه يعني؟ هي حصلت كلام على بعض؟ ايه الغباء اللي انتوا فيه ده؟ ايوه ما هي جت. تعالي يا زوزو. خير يا ماما. في ايه خير إن جبتيلي شاء على ملا الله. وشي كده ليه؟ انت ايه اللي خلاك يا زوزو تروحي تتكلمي على اسماء سلفتك قدام ام كريم بتاعه الهدوم؟ انا اه اتكلمت على اسماء؟ اه. ماما انا عمري ما اتكلمت على اسماء، لا بخير ولا بشر. لا بتقولي اللي انت بتتكلمي عليها، بتقولي دي غبيه، دي انسانه وحشه، مش عايزانا اتعامل معاهم في البيت، هي اسلوبها كده معايا. ليه يا زوزو مطلعه اسرار بيتنا ليه يا زوزو؟ بصي يا ماما انت عارفه انا لو قلت حاجه بقول انا قلت. انا ما اتكلمتش على اسماء، لا عمري اتكلمت عليها مع حد ولا بخير ولا بشر حتى. طب امال ايه يا بنتي ده جايه مع تتبلى اهلي ما عليكي؟ بتكلمش عليها، هروح اتكلم مع الست اللي في الشارع عليها؟ امال جايه تتبلى عليكي يا بنتي؟ تلاقيها هي اللي متكلمه وخايفه الست تقول لي فقالت تسبق. لا ما ينفعش كده، مش كل حاجه بقى تقعدوا تتكلموا على بعض عند الناس في الدكاكين كمان. يا ما هو والله ما اتكلمت عليها اصلا، تعالي معايا عند الست وشوفي هتقول لك ايه. انا عمري ما اتكلمت على حد اساسا. لا كده بقى يبقى انت تيجي معايا فعلا عند الست تعالي يا ونشوف ماما بقى. تعالي. انا ما ينفعنيش الوضع ده، انا مش هخاف، انا ما صراحه قلتش. ربنا كده. تعالي يا زوزو، ظلمتك يا بنتي. شفت يا ماما ان انا كان عندي حق؟ لا ظلمتك. انا عمري ما اتكلمت طب عليه. ايه اللي خلاها تقول كده وتتبلى عليكي؟ طيب انت مش شفتي الست ببقها قالت لك انا ست دي عمرها ما اتكلمت على حد. حرام، قالت لي ما اتكلمتش وحلفت يا بنتي، قالت لي انا عمرها ما اتكلمت ولا بخير ولا بشر عليكي ولا على مراتي. وبعدين انا ما بخافش، قلت الحاجه وهقول لك قلت، ما قلتش يبقى ما قلتش. استغفر الله العظيم يا ربي، اعمل ايه دلوقتي؟ لا ماما تجيبي اسماء دلوقتي، هي ليه تقول عليا كده ان انا قلت عليها حاجه؟ انا تعبت منكم. انا قلت لك يا ماما اسماء بصي تصرفاتها كلها وحشه معايا. ايه اسماء؟ تعالي لي. ايوه انزلي، عايزاكي. لا ما فيش عايزاكي، مع السلامه. لا انا ما ينفعنيش الوضع ده بصراحه. لا انا ماما. زهقت، وجعتولي دماغي وانا والله. كمان ما يرضينيش ان تمشي تقولي ان انا بتكلم عليها. لا ما ينفعش. ازاي تعمل كده يعني؟ لا هي زمانها جايه اهي، نشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي. نفسي تتصاحبوا تبقوا كويسين، انا مش عارفه اعمل ايه صراحه. والله انا بعملها بما يرضي الله، مش عارفه اعمل ايه انا. لكن هي اللي مش عارفه ليه بتعمل بغباء كده معانا. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. اهي جت. ايه يا اسماء؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا بنتي؟ انا رحت دلوقتي نزلت لام كريم، حلفت لي بايمانات المسلمين أنا إن زوزو ما اتكلمت اتكلمتش عليكي؟ تلاقيكي متفقه عشان ما تقولهاش. لا انا ما تقولش. بتفقش مع حد. لا الولايه دي بالذات الست دي ما تعرفش اللف والدوران وما تعرفش تكذب. وانا كمان ما بكذبش يا ماما، ليه انت انا عارفه. كدابه؟ شوف انت بقى اسماء، انت لا عايزه والله. مشاكل وخلاص يا وانا اسماء. هعوز مشاكل وانا مالي ومالها؟ بيني لا، وبينها ايه عشان أنا تبقى مش بيني فاهمة وبينها في إيه. مشاكل؟ يخشى على رأي المثل، مركب الدراير صارت ومركب السلايف غارت. انتوا ليه بتعملوا في بعض كده؟ تغيب والله. ايوه والله دي. طب انتوا هتفضلوا نقر ونقير كده على طول يا زوزو؟ ماما انا بعملها بما يرضي الله، ما اعرفش انتوا هي بتعمل هتفضلوا لي كده على طول ليه. يا اسماء؟ ما ينفعنيش الوضع ايه ده. المطلوب مني يعني يا ماما؟ عايزاكم تبقوا كويسين يا حبايبي وتصاحبوا بعض وتنزلوا وتطلعوا على بعض يا بنتي. بقول لك يا ماما انا انتوا مش عايزه حته اتصاحب. سلفتين مفيش غيركم. بصي يا ماما انا خليني في حالي وهي في حالها. انا ابني وجوزي عايزين يطلعوا عندهم يطلعوا ينزلوا براحتهم، انا خليني في حالي. انا ولا جايه عندك وهي موجوده ولا رايحه ولا هي تجيلي ولا انا اروح لها. احنا كده حلوين قوي. طب ده ينفع الوضع ده يا زوزو؟ يا ماما انا كده هبقى مرتاحه اكتر. وانا كمان هبقى مرتاحه كده اكتر. اهي هي عايزه تبقى لوحدها، خليها بقى. الاخوات مع بعض هم حرين. لا الاخوات مالكوش دعوه بيهم بقى. بس كده هيطلعوا ما تجيش واحده ينزلوا. بقى في يوم من الايام تسلط جوزها اخوك ولا مرات اخوك، مش عايزه الكلام ده. لا يا ماما لا لا أيوة. ما بتكلمش هي معاها. جوزها وعيالها مش عارفاني، بينزلوا أنا ما عندي بتكلمش ولا بفتح هم بقي. عارفين، وانا كمان ولا بتكلم أنا ولا بفتح بقي. عيال الصبيان تسيبهم مع بعض، محدش فيه دعوه بيهم خالص. انتوا حرين. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، خليكم كل واحده مع نفسها.
الحمد لله. بس لحد ما تجيبش سيره حد عند حد بس. ما هو انا عمري ما اسرار اتكلمت بيتي على هنا حد. اي حاجه تحصل هنا ما تطلعش بره. قولي لها هي. قولي لها. انا بقول لكم انتوا الاثنين يا حبيبتي، ما بقولش الواحده فيكم. اسرار بيتي ما تطلعش. انا عن نفسي عمري ولا اتكلمت لا بخير ولا بشر على حد. خلاص انا قلت وخلاص وانتهى الكلام. يلا كل واحده تطلع على انا شقتها. طالعه، استني لما انا ابقى اطلع بيطلعني. مع الف السلام سلامه. عليكم. وعليكم السلام. يا ساتر يا رب، ايه ده؟ بنت ما راضيه تصفى يا وحشة اختي قوي والله بالمصيبه يا ماما. السودا. وحشه وحشه ايه يعني. قلبها ده؟ القلب الجاحد ده. بصي هي جوزها وعيالها هينزلوا عندي اهلا وسهلا، لكن هي انا مش هستقبلها، وانا برضو جوزي وعيالي عايزين يطلعوا، لكن انا اطلع عندها مش طالعه، وابقى انزل لك وهي مش موجوده. ينفع يا اختي الوضع المنيل ده؟ ينفع كده؟ معلش يا ماما احنا مضطرين نعمل كده، استغفر الله لكن تقولني كلام كده وتوقع الدنيا في بعض يبقى هي عايزه لا المشاكل. طلعتي مظلومه يا بتش، طلعتي مظلومه. انا طالعه أمي. ماشي. دي قصه حقيقيه على فكره، والسلفتين مش طايقين بعض. زي المثل ما انا قلت، مركب الضراير صارت ومركب السلايف غارت. ازاي بتنطق؟ قولوا الحل بقى، تكلمها ولا تخلي كل واحد في حالها احسن؟ لا كل واحد في حالها احسن، كل واحدة في مشاكل حالها كتير.